السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد فيه كتاب الماس برايم 1 الترم التاني. تعالوا نشوف هنا هناخد ايه مع بعض. احنا هنبدا في يونت او تشابتر 9 ليسون 1. برضو بيتكلم عن السبتراكت او subtraction، بس هنا بقى جايبها لي على شكل ستوري بروبلم اللي هو المسائل اللفظيه. A bird found 50 seeds, it ate 20 of them. How many seeds are left؟ أخلي بالي من كلمة left ديت من الكلمات اللي بتدل على subtraction. الكلمة دي بس يا ميس؟ لا، في كلمات تانية تعالوا نشوفها بتدل على subtraction. بصوا حبايبي، كلمة difference الاختلاف دي بتدل على subtraction، ان انا هعمل طرح، هعمل subtraction. reminder برضو بتدل على subtraction. كلمة left بتدل على subtraction. كلمة more than بتدل على subtraction. الكلمات دي مهم جدا ان انا ابقى حافظ شكلها اول ما اشوفها هعمل subtraction. طب تعالوا نشوف مين subtraction وبشتغله ازاي او هعمله ازاي. اول حاجة هنا هو بيقول لي ال 50 minus 20. ليه انا حطيت ال 50 قبل ال 20؟ عشان ال 50 دوت الرقم الكبير او الديجيت الكبير الجريتر، فانا عملت ايه؟ حطيته قبل الماينس وبعد كده طرحت. فانا هعمل ايه؟ هقول 5 تنس ماينس 2 تنس. هو عايزني هنا اشتغل بالتنس والوانس شويه، فالوانس طبعا اوريدي هيديهاني زيرو في كل المسائل اللي هتيجي بعد كده في خلال الدرس ده. يعني هو هنا الزيرو خلاص، فانا مديني هنا اكتب ال5 تنس وال2 تنس، مش هكتب 5 بس ولا هكتب 50 عشان هنا في اولاد ممكن يتلخبطوا. ال50 تنس ب 500 ب 500 ما ينفعش، فهي 5 تنس يبقى معناها 50، 2 تنس معناها 20. خلاص، فهيديني كام؟ فهو بيسهلها عليا. ال 5 minus 2 equal 3، كده اسهل طبعا بكتير. طيب تعالوا نشوف مين subtraction وازاي هحل عليه يا مس. اول حاجه كلمه subtraction معناها الطرح. الفيربس بتاعتها او الاسئله لما بتجيلي كلمه subtract يعني اطرح، cross out يعني احذف، cancel يعني cross out يعني احذف اعمل كده، cancel برضو الغي او احذف واعمل اشطب على الحاجه. العلامة ديت اسمها ماينس، العلامة ديت اسمها ايكوال. الرقم الكبير في السبتراكشن بيجي قبل علامة الماينس. يعني ايه يا مس؟ يعني اقول 13 ماينس 9 ايكوال كذا، او 8 ماينس 10 تنفع كده؟ لا ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ لان الرقم الديجيت السمولر ديجيت جه قبل الماينس، والمساله دي كده غلط ما تنفعش. طب كده دي تنفع، دي صح. 13 ماينس 9 ليه؟ لان ال 13 ديجيت كبير greater more او greater than 9، اكبر من ال 9. تاني حاجه، دي حاجات اساسيه لازم نبقى عارفينها في السبتراكشن من واحنا في الكيجي اصلا. السبتراكشن مش عمليه ابداليه. يعني ايه مش عمليه ابداليه؟ يعني ما ينفعش اقول 7 ماينس 5 هياها 5 ماينس 7، لا، هم مش متساويين خالص. 7 ماينس 9 ايكوال 2، انما 5 ماينس 7 دي مش مساله صح، لان النمبر الكبير الصغير جه قبل مين؟ قبل الماينس، وده غلط اصلا. ميس قالت لي فوق ان هو غلط. طيب اول حاجه في السبتراكشن لما هاجي اطرح ديجيت ماينس ديجيت او رقم من رقم، لما اقول 9 ماينس 7 ايكوال كام؟ انا بحط put the smallest number in your mind، احط الرقم الصغير في مخك و start counting after the smallest number. يعني ايه؟ عد بعد النمبر الصغير. فانا هنا قفلت ايديا كده، ده الاثنين، وهعد افتر النمبر الصغير. طب حد يبدا عد من ال7؟ تعالوا نجربها كده. هقول 7 8 9، عديت 3 صوابع. غلط، انا بعد افتر 7 مش من ال7. طب تعالوا نجربها تاني كده. افتر 7 8 9، how many fingers؟ 2 fingers. يبقى انا كده 9 minus 7 equal 2، كده صح. تعالوا هنا 13 minus 8، after 8 انا بعد بعد الصغير. مين الصغير؟ مين السمولست نمبر هنا او مين السمولر نمبر؟ ال8. after 8 9 10 11 12 13، فانا عديت كام فينجر هنا؟ 5 fingers، يبقى هنا 5. طيب دي اسئله تمارين ممكن تدوها الولاد يحلوها. طبعا مهم جدا ان احنا نديهم اسئله كتير يحلوها على السبتراكشن، لان هو بيبقى صعب عليهم شويه. تاني مرحلة في السبتراكشن هي مرحلة ان انا اطرح رقمين من رقمين. تعالوا نشوف كده 34 minus 21 هطرح ازاي. هبدأ بالوانس وبعدين التنس.
طيب فين في اولاد للاسف كتير بيلخبطوا وبيبداوا بالتنس على طول، يقولوا 3 minus 2 4 minus 1. لا، لان المرحله الثالثه مرحله البورو بتعتمد على ان انا بدات بالوانس وحليت صح. فهنا هعمل نقطة تحت الوانس وشرطة تحت التنس. طبعا الوانس هنا 4 والتنس هنا 3، فيبقى حطيت نقطة تحت الوانس هنا 4 وحطيت شرطة تحت ال3 التنس، وحطيت هنا نقطة تحت الوانس وال2 التنس، وهطرح 4 minus 1 3. طب انا ليه هحطها بعيد عن الايكوال؟ علشان لو حطيتها بعد الايكوال انا كده مش هيكون في مساحه ان انا اكتب التنس، فانا لما هاجي احل هسيب مسافه كبيره بين الايكوال والرقم اللي انا هكتبه الوانس علشان لسه هكتب التنس. ف 3 minus 2 equal 1. بصوا كتبت اهي شكلها حلو. طيب المسألة ممكن تجيلي بالشكل ده، ما تخضش، هو كده مسهلها عليا. في أولاد كتيرة بتبقى متلخبطة جدا لما بيشوفوا المنظر ده. هو كده سهلها عليا، أنا مش محتاجة أحط نقطة ولا محتاجة أحط شرطة تحت حاجة، لأن هو هنا جايب لي الوانس تحت الوانس والتنس تحت التنس. فأنا لما هاجي أكتب 4 minus 1 هكتب تحتيها 3، مش هكتبها هنا، هكتبها تحتيها على طول. و3 minus 2 هكتبها هنا تحتيها برضو، مش هكتبها بعيد عنها. السبتراكشن بالبورو انا شرحاه في فيديو خاص بيه للسبتراكشن كله على بعضه، هسيبه لكم في صندوق الوصف، شوفوه لو انتم محتاجينه. طيب تعالوا نشوف هنا بقى بيقول لي ايه. سبتراكت اهو ده الفيرب اللي احنا قلنا عليه. سبتراكت يعني اطرح. 70 minus 20، فانا محتاجه اقول 0 minus 0 equal 0. 7 minus 2 equal 5. هكتبها تحت ال7 وال2 هنا خلاص عشان دي تنس. طيب هنا بيقول لي 9 تنس minus 3 تنس، هكتبها ايه يا مس؟ تعالوا نعدها كده. after 3 4 5 6 7 8 9. عديت كام؟ عديت 6. بما ان هو جايبها لي بالتنس فانا هقول 6 تنس كده خلاص. لو هو جايبها لي بالمنظر ده يبقى انا هكتب تنس، لو جايبها لي بالمنظر ده يبقى هكتب 0، يبقى انا هتبع اللي هو مديهوني اصلا. طيب تعالوا نشوف الأسئلة اللي جاية لي بعد كده. بصوا معايا، هو هنا بيقول لي اهو once 0 0 التنس 8 و 5. بيقول لي دي هيها دي. ال 80 هيها 8 تنس، ال 50 هي 5 تنس. طيب عايزه اقول لكم على حاجه ممكن تبقى بتلخبطنا. بصوا كده معايا، 5 تنس equal كام؟ دي طبعا من الاسئله اللي احنا كنا واخدينها في التنس والوانس واحنا بنشرحهم. انا لما اشوف كلمه تنس دي هحذفها واحط بدلها 0، بقت 50. طب لما اقول لك 50 تنس هتديني كام؟ هحذف الكلمة دي وهحطها وهكتب الرقم ده زي ما هو. للأسف في ولاد بيتلخبطوا وبيكتبوها 50 برضو، لا هي مش 50، هي 500. اوكي ليه؟ لأن أنا حذفت كلمة تنس وحطيت الرقم ده زي ما هو، وحطيت بدل كلمة تنس 0. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف هنا الأسئلة بقى اللي موجودة عندي. هو هنا بيقول لي 70 minus 60. هو هنا عايز ايه؟ بيقول لي التنس هنا كام والتنس هنا كام، وهيديك النتيجة كام وهو كام تنس اصلا. فال70 هي عبارة عن 7 تنس، انا لغيت الزيرو حطيت بداله كلمة تنس فاتفضل لي نمبر 7، فكده يبقى 7 تنس. وهنا 6 تنس، هيتفضل كام؟ هيتفضل 10. طب ال10 ديت عبارة عن كام تنس؟ عن 1 تنس. اوكي؟ طيب هنا 20 هي 2 تنس، ال10 هي 1 تنس، هيتفضل كام؟ هيتفضل 10، وهيبقى دوت عبارة عن 1 تنس. طيب هنا 80 minus 30 هي عبارة عن 8 تنس minus 3 تنس، هيديني هنا 50، وهنا هتبقى 5 تنس. خلاص بالتالي كده التمرينه سهله، يعني مش محتاجه توضيح اكتر من كده. هنحل الصفحه بنفس الطريقه بنفس النمط ده. تعالوا نشوف بقى هنا 7 تنس minus 2 تنس، هو مديها لي مسهلها عليا اكتر. هطرح ال 7 minus 2 after 2 3 4 5 6 7، عديت 5 fingers، يبقى هنا هتبقى 5 تنس فانا هختار.
6 تنس ماينس 3 تنس هتديني 3 تنس. برضو التمرين سهل مش محتاج حاجة. بصوا معايا هنا، ال 4 تنس ماينس 4 تنس، طبعا اي نمبر ماينس نفسه هيديني زيرو. يعني ايه يا مس؟ يعني لما اقول 30 minus 30 equal 0. 4 tenths minus 4 tenths equal 0، وهكذا. أي رقم هشيله من نفسه هيديني 0. أكني بديك 10 جنيه ورجعت أخدتها منك تاني، هيتفضل معاك حاجة؟ مش هيتفضل معاك حاجة، هيتفضل معاك 0. طيب تعالوا نشوف هنا التمرين برضو نفس اللي فوق، بس هنا بقى انا هطرح مع نفسي 8 تنس minus 5 تنس هيديني 3 تنس. تمرينه سهله برضو مفيهاش حاجه. هنا 6 تنس minus 2 تنس هتديني 4 تنس، برضو التمرين سهل مفيهوش حاجه. هنا 70 بقى هو مديني الرقم على بعضه، 70 minus 20 انا هحط 0 minus 0 هيديني 0، 7 minus 2 هيديني 5، وهحل بقى بقيه التمرين. طبعا 40 minus 40 هتديني 0، الرقم ناقص نفسه هيديني 0. التمرين سهل برضه مفيش مشكله. هنا بيقول لي اختر 80 minus 50 هيديني كام؟ ال 80 0 minus 0 هيديني 0، 8 minus 5 هيديني 3. هو ممكن يجيبها لي يا اما 30 بالمنظر ده يا اما 3 تنس بالمنظر ده، 3 تنس. يبقى دي صح ودي صح، يعني دي صح ودي صح. لو جابها لي 30 يبقى هختار 30، لو قالها لي 3 تنس يبقى هختارها 3 تنس. يعني هيقول لي هنا 70 minus 60 هيديني كام؟ هيديني 10. طب هو في هنا 10؟ لا مفيش 10. طب في ما ينوب عنها في التعويض بتاعها في 1 10 او 1 تنس، يبقى هي ديت صح، يبقى 1 10. اوكي طيب هو هنا 6 تنس minus 1 10 هتديني كام؟ هتديني 50. طيب ال 50 ديت موجودة هنا؟ لا. طب في 5 تنس؟ في 5 تنس، يبقى هختار دي. هو كده خلاص، يعني الدنيا سهلة مفيهاش مشكلة. اهو برضو هنا 50 minus 3 تنس، يعني معناها 50 minus 30 هيديني كام؟ هيديني 20. اهو اختارها. هنا بقى سبتراكشن عادي، ومديني الونس تحت الونس والتنس تحت التنس. التمرين ده سهل جدا برضو. هنا برضو التمرين سهل، 30 minus 10 هيديني كام؟ هيديني 20. 20 minus 10 هيديني 10. برضو التمرين سهل مفيهوش مشكلة. هنا بقى بيقول لي 5 0 ones، وهنا التنس 5 minus 1، فالزيرو minus 0 هحطه 0 وهبدأ بالوانز. التنس 5 minus 1 هيديني 4، فتبقى النتيجة 40. 0 هنا و4 هنا. برضو التمرين سهل مفيهوش مشكلة. هنا 90 minus 50 هيديني كام؟ هيديني 40 أو 4 تنس، يبقى هوصلها بدي. 40 minus 10 هيديني 30 أو 3 تنس، هوصلها بدي. طبعا سهلة برضو مفيهاش مشكلة. هنا بيقول لي put greater than or smaller than or equal. هنا هعمل ايه؟ بصوا بقى في التمرين ده، لما اجي احل تمرين زي دوت يا حبايبي يا حلوين، انا هعمل ايه؟ اول حاجه هو بيقول لي 30 minus 10 بتديني كام؟ بتديني 20، فانا هكتب 20 هنا. والفور تنس عباره عن كام؟ عن 40، فهكتب هنا 40. يبقى اصبح عندي 20 و40. مين الجريتر؟ ال40. يبقى بق السمكه هيبص كده. اوكي طيب هنا 60 minus 30 equal كام؟ equal 30، هكتبها هنا. 3 تنس هكتبها هنا، تبقى كام؟ تبقى equal 110 عباره عن 10. 20 minus 10 عباره عن 10، يبقى هنا ايه؟ equal برضو خلاص كده. بيتهيألي التمرين بقى مفهوم هيتحل ازاي. طيب تعالوا نشوف هنا بيقول لي true or false، حط صح او غلط. 80 minus 50 equal 30. طبعا دي صح، يبقى هعمل صح. 40 minus 10 40 minus 10 هتديني كام؟ هتديني 30. طب هو مدينا هنا 5 تنس، لا طبعا دي غلط. 7 تنس ب 70، 3 تنس ب 30. ال 7 minus 3 هتديني 40. هتديني 40 او 4 تنس.
9 tenths minus 4 tenths هتديني 2 tenths. دي 2 tenths؟ لا دي غلط، دي false. 6 tenths minus 60 هتديني 6 tenths؟ لا، إذا كان هي 60 minus 60 هتديني 0، مش هتديني 6 tenths طبعا. 30 minus 2 tenths هتديني 10. طبعا هتديني لما اقول 30 minus 20 هتديني 10. هنا 5 tenths minus 1 10 هتديني 3 tenths؟ لا طبعا هتديني 4 tenths. 20 minus 1 10 هتديني 1 10. طبعا ده 20 لما اشيل منها 10 هيديني 10. طيب تعالوا نشوف هنا. بصوا بقى في التمرينه ديت عشان دي بتلخبط شويه. هنا بيقول لي 60 minus 10 هتديني كام؟ هتديني 50. طب ال 50 لما اشيل منها 20 هيديني كام؟ هيديني 30. طيب هنا 80 minus 30 هيديني كام؟ هيديني 50. هشيل منها كام عشان يديني 40؟ هشيل من ال 50 كام عشان يديني 40؟ هشيل منها 10. طيب 90 minus 10 هيديني كام؟ هيديني 80. ال 80 لما اشيل منها 60 هيديني كام؟ هيديني 20. طيب ال 70 ماينس كام؟ يديني 30. انا لو مش عارف احلها هطرح ال 70 هشيل منها 30 على طول. هيديني كام؟ هيديني 40. طب ال 40 ماينس 2 تنس هيديني كام؟ هيديني 50. هيديني لا هيديني 10. ال 30 لما اشيل منها 20 هيديني 10. دي محلوله غلط، هيديني 10. 90 ماينس 2 تنس هيديني كام؟ هيديني 70. ال 70 لما اشيل منها 1 تنس او 10 هيديني 60. طيب هنا شلت 1 10 هيديني رقم هشيل منه 3 تنس هيديني ال 40. طب انا احلها ازاي ديت يا مس؟ سهله جدا. انا عايزه اجيب الرقم الاكبر، فانا هجمع الرقمين الصغيرين. يعني ايه؟ يعني ال 40 لما احط عليها 30 هيديني كام؟ هيديني 70. يبقى هنا 70. ال 70 لما احط عليها 10 هيديني الرقم ده، هيديني 80. اوكي؟ طيب احنا كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده الحمد لله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.